السلام عليكم. أبغى أرد اليوم على الهجمة اللي موجهة ضدي في تويتر من الحاقدين الحاسدين على برنامج الصدمة. وهذا مو شأني، برنامج الصدمة شأن ام بي سي، وام بي سي أكبر من أني أنا أرد بالنيابة عنها، ولكن أبغى أتكلم عن البقر اللي موجودين في الإعلام. البقر اللي موجودين في الإعلام السعودي اللي حرام، وأنا مسؤولها عن كل كلمة أقولها حتى لو تم إيقافي أو سجني. اللي حرام يكونوا إعلاميين، اللي حرام يكونوا إعلاميين في بلد شريعتها الإسلام والقرآن وفيها الحرمين الشريفين وفيها عالم وسخين إلا ما رحم ربي. انتوا حرام تكونوا إعلاميين في هذا البلد الطاهر، لأنكم ما انتوا كفو وما انتوا رجال. والله في بعض المشاهير كنت أحترمهم قبل لا أنشهر، كنت أتمنى أصير زيهم، لما وصلت لهم وعرفتهم كان نفسي أديهم بالجزمة والله العظيم. عزيزي المتابع البسيط اللي قاعد في البيت بسروالك وفلينتك، انت اطهر واشرف من بعض الناس اللي قاعدين يصفقوا لهم في المهرجانات والمؤتمرات. لو انت اعلامي مسوي رجال وتبحبث وتطلع ادله وتطلع صور، روح رد الضربه الاعلاميه اللي مسوياها ايران ضد بلدك. ليه ما ترد؟ شوف ايران كم هاشتاج ضد السعوديه ومحبط للشعب السعودي بتطلع، وانت بتعمل له ريتويت زي الاهبل يا مغفل. بعض الإعلاميين السعوديين أحب أقول لكم أنتوا زبالة البشر. كفاية لعب على عقول الناس وأعراض بناتهم يا مشهور. يا الله يا متابعيني يا اللي تسمعني، يا إني نفسي أعري لك بعض الشخصيات اللي أنت تحترمها، نفسي أقدمهم على حقيقتهم قدامك، نفسي أوريك الأندال اللي يطلعوا كل يوم يكلموك عن العبرة والثقافة والإيمان ويكتب لك في الليل أدعية. عليك يا منافق، سايبين اشغالكم وقاعدين لي على عنبر في رزقه وفي عياله وفي شغله وفي وظيفته وفي سمعته، كأنه ما فيش احد في البلد غيري. لاني معريكم، لاني عارف حقيقتكم الوسخة، ولا اتشرف انه احد فيكم صاحبي. انا اصحابي رجال الا ما رحم ربي، واحد ولا اثنين والباقي ارمي في الزبالة، لاني ما بسوي اللي انتم بتسووه ولا بماشيكم في الخط اللي انتم تبغوه. انا رجال توبي نظيف، على قد اللي يكرهوني الحمد لله، الحمد لله على قد الكر. لا عمري اتمسكت، اللهم لك الحمد، اللهم لا شماتة، لا مكلبش ولا عمري مسكوني الهيئة وغطيت وجهي ولا شيء، اللهم. واللي فرق بيني وبينك اني انا سخرت الاعلام لخدمة الناس، وانت سخرت الاعلام لخدمة جيبك. هذا الفرق اللي بيني وبينك. الفرق اللي بيني وبينك اني عندي مخ الحمد لله يا رب لك الحمد يفكر، وعندي ملكة اللسان، مسترسل ارتجالي درجة اولى غصبا عنك. الفرق اللي بيني وبينك اني شغلت مخي في الاعلام عشان الاقي حلول لمجتمعي، وانت شغلت مخك في الاعلام عشان تشبك بنات مجتمعك. شفت الفرق؟ تبى تشوف حلول من حلولي وتتعلم؟ حاجة بسيطة، كثير اشياء قلتها وغيرت في المجتمع، واوريك الان مشروع بسيط. شفت المشروع هذا؟ هذا واحد من افكاري بعد الله. انا اللي قلت للحريم روحوا اكوا من بيوتكم طلعوا قوت يومكم. فكرة حقتي تنفذت. ما كنت جبان ورحت طوعت غرائز إيرانية وعملت هاشتاج الراتب لا يكفي الحاجة. أرجل منك، قدمت رسالة لبلدي والمجتمعي غصبا عنك ورجلك فوق رقبتك. عزيزي الإعلامي، ورجلك فوق رقبتك وغصبا عنك برضو على عنبر ارتجالي، على عنبر بالأرقام. أبغاكم تروحوا تبحثوا، روحوا أبحثوا الآن، جيب اللابتوب جنبك وأدخل على برنامج أنت كيف اللي كان مقدمه على عنبر. شوف إنه هو البرنامج الوحيد، هو البرنامج الوحيد اللي باع إعلانات، وبعد ما انتهى البرنامج انتهت القناة بعده. ولا برنامج غير انت كيف حق علاء عنبر باع إعلان واحد، وكل الإعلانات اللي قدمتها ما أخذت عليها ريال واحد. شوف، بالملايين بمئات الألوف ما أخذت عليها ريال واحد. علاء عنبر كان لما يقدم حلقة انت كيف يقدمها ارتجالي، ما يحضر ما يكتب في ورقة. أنا والمخرج الموهوب اللي مو لاقي حقه فعلا، مازن الشمراني، مخرج وجرافيتي ورسام وكاريكاتيري ومو لاقي حقه، يشهد على كلامي الله سبحانه وتعالى ثم مازن الشمراني. والله كنت اجي الحلقه مع في يدي قررت بيبسي، يلا فك الكاميرا، طق 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 طق، سلام عليكم. الوحيد اللي في القناه كنت ارتجالي، اجي اصور حلقتي بدون ما احضر، احسن من اللي